تماسك المؤتمر الشعبي العام وازدياده صلابة في وجه كل محاولات إقصائه من قبل الأحزاب الأخرى، مدينا تغذية هذه الأحزاب للعنف وسعيها إلى تأجيج الأزمة السياسية والعودة بالبلاد إلى مربع الأزمة الأول، مجددا تمسك المؤتمر الشعبي باتفاق التسوية السياسية وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني. اجتمعت اللجنة العامة وقررت إرسال وفد إلى الأخ عبد ربه منصور هادي، وذلك للاستفسار عن ما نقل إلينا من مجلس الأمن حول أن هناك شكاوي من صنعاء تطالب إخراج علي عبد الله الصالح من البلد، 1. 2. إقصاء من رئاسة المؤتمر. 3. بعدها نقسم من الحياة. هذا كلها مطالب حزب الإصلاح. يناموا وعلي عبد الله الصالح واقف، يصبحوا الصباح وعلي عبد الله الصالح واقف. طيب أنا عارف وتحدثوا كثير من الإخوان أنه هو مش استهداف لي شخصيا، هو استهداف لكل المؤتمرين والمؤتمريات. هو على طريقة ما حصل في العراق لاجتثاث حزب البعث. المؤتمر عنده كوادره وعنده قيادات مجربة، قيادات وطنية مش فاسدة، قيادات إدارية واقتصادية وقانونية وثقافية واجتماعية على مدار 33 عام. لا سحل ولا قتل ولا انتقم من أحد من خصومه أبدا، خليناهم يتكلموا كما يريدوا في إطار الصحافة، في إطار وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. ما ضاقت سطورنا، هم تضيق سطورهم مجرد أنهم يشوفوا المؤتمرين. كم قرار سطر خلال هذا العام لإقصاء المؤتمريين والمؤتمريات من مناصبهم. هذا ما ضعفناش، زادنا قوة وزادنا صلابة وزادكم تماسكا. الذي حصل في عدن عبث، هذا ضد الوحدة اليمنية وضد أجندتكم الوحدويين في الشمال والجنوب. هذا كله عبث. ماذا تريدون من عدن؟ ماذا تريدون من حضرموت؟ ماذا تريدون من شبوة، من الضالع، من أبين، من لحج؟ اتركوهم، اتركوا الناس خلقوا أحرار مش عبيد لأحد. المؤتمر الشعبي العام مؤتمر حزب الوسط، وعلى يمينه حزب متطرف وعلى شماله حزب مستهلك. نحن قلنا أرسلنا الوفد إلى عند الأخ عبد ربه منصور هادي لنستفسر من الذي اشتكى لدى مجلس الأمن، وما هي الأشياء الذي يعرقلها علي عبد الله الصالح في مجال مؤتمر الحوار. قولوا لنا، طيب وضحوا لنا، نقف مع علي عبد الله الصالح ولا ننتقده؟ قولوا لنا ما هي. كذلك ارسلنا وفد، كلفنا عدد من القياده انهم يقابلوا سفراء الدول العشر لمناقشه هذا الامر. من اين لكم هذه التجارب؟ وما هي المحطات الذي يعرقلها علي عبد الله صالح؟ قولوا لنا. جدد المؤتمر الشعبي